عندك لبن راب منك ومش عارفة تعملي بيه ايه؟ تعالي نعمل بيه النهاردة وصفة جميلة جدا. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو وصلوا على رسول الله. دي ازازة لبن طبعا كنت جايباها وبعدين جيت اجربها اختبرها قبل ما اشتغل بيها او اغليها، لقيتها رابط. فالنهاردة هنعمل منها وصفة جميلة جدا، بشيلها في الفريزر وباخد منها كل ما احب استعمل باخد منها واعمل وصفة. خدت منها هنا كوباية، نزلت عليها بأربع معالق كبار من السكر، كيس من الخميرة الفورية، وهنا بدأت أدوب السكر كويس قوي. بعد ما السكر معانا طبعا بيدوب بنبدأ ننزل عليها بأربع كوبايات من الدقيق، نفس الكوباية اللي عايرت بيها اللبن الرايب. نزلت هنا بنص كيس الكيك شيف، يعني معلقة كبيرة، وعندي هنا معلقة صغيرة من الملح، وبدأت أقلب الملح والبيكنج باودر مع الدقيق. بعد كده سميت بسم الله وبدأت نعجن العجينة. طبعا هرجع ازودها ميه، فهنا عندي نص كوبايه من الميه الدافيه، هبدا انزلها تدريجي على العجينه. طبعا لو حابه تكملي عجين باللبن الرايب عادي. عجنتها طبعا الاربع كوبايات دي اخدوا معايا كوبايه ونص، كوبايه اللبن الرايب ونص كوبايه الميه، وكانت اتعجنت ولمت معايا بالطريقه دي. عندي هنا نص كوبايه من السمنه هبدا انزل بيها، وهبدأ طبعا اعجنها كويس قوي. طبعا انتوا بتعجني كده على بال ما تتشرب السمنة هتبدأ العجينة معاكي تقطع، اعجنيها كويس قوي لحد لما تبقى ملسة وناعمة تحت ايدك ولمة وطرية جدا. طبعا عجنتها كويس قوي 3 دقايق عجين متواصل بالطريقة دي لحد لما ادتني النتيجة اللي انتوا شايفينها. طبعا دلوقتي هبدأ ارش رشة صغيرة من الدقيق، وبعد كده ببدأ الم العجينة. شايفين الجمال؟ ما اخدتش وقت خالص، دي من الوصفات السهلة جدا. وصفة النهاردة سهلة وسريعة وما بتاخدش وقت خالص. رشيت رشة دقيق وحطيت العجينة بتاعتنا ورشة دقيق كمان من فوق، بغطيها بكيس بلاستيك. الفرن عندي خليته دفي وبعد كده طفيته، بلفها بقماشة وبسيبها معايا لحد لما تتخمر. عندي هنا صينية مدهونة دهنة زيت. بعد ما العجينة معانا اتخمرت واتضاعف حجمها هنبدأ نقطعها لكور صغيرة جدا، على قد ما تقدري صغري الكورة. شايفين الجمال؟ وهنبدأ نحطها كده في الصينية ونقطعها كلهم بنفس الحجم. العجينة معايا طبعا ممتازة. طبعا بسيب مسافة بينها وبين اللي جنبيها عشان احنا لسه هنبططهم. طبعا نص كيلو دقيق اداني الكمية اللي انتوا شايفينها دي. ببدأ اضغط عليها بكفة ايدي وبعد كده ببططها بصوابعي نص تبطيطة. شايفين؟ بالطريقة دي. النهاردة بنعمل ايه؟ النهاردة بنعمل قرص الفلاح الطرية او قشطة الافران او نواعم الافران. الوصفة دي بجد خيال، غالية جدا في الافران ومش بالطريقة اللي انت هتعمليها في البيت. حطيت طبعا الصينيتين فوق بعض بعد ما بططتهم، وبغطي عليها هنا بالكيس البلاستيك وبغطي عليها بقماشة وبسيبها حوالي ربع ساعة او 10 دقايق معايا تتخمر. شايفين الجمال؟ هنا كانت اتخمرت زي ما انتوا شايفين وتضاعف حجمها. ففي المرحلة دي طبعا شغلت الفرن على اعلى درجة حرارة وسبتها تسخن كويس قوي. طبعا احنا ما بندهنهاش اي حاجة على الوش، احنا كل اللي هنعمله هندخلها على الرف الوسطاني، النار عليها من فوق ومن تحت وسط لحد لما تاخد اللون من فوق ومن تحت وتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بصوا التسوية ممتازة جميلة جدا. اول ما بتخرج على طول بغطي عليها بفوطة وبسيبها طبعا معايا دقيقتين، وبعد كده بشيلها من الصينية بمنتهى السهولة. شايفين الجمال؟ والله العظيم طعمها جميل جدا. وصفة سهلة وسريعة ما اخدتش وقت خالص. احنا عجناها وبعد ما اتخمرت قطعناها في الصينية على طول وبعد كده خبزناها. جربوا الوصفة هتعتمدوها، طعمها حلو قوي. غالية جدا في الافران، مش هيعملوها بنفس الطريقة اللي انت بتعمليها في البيت. حاجة نظيفة مغذية طعمها حلو قوي. لو عندك لبن رايب هتستغليه في وصفة زي دي. ممكن تعملي ضعف المقدار وبعد ما يبرد تفرزيه في اكياس بلاستيك في الفريزر وتطلعي منه على القد. وصفة النهاردة سهلة وسريعة، فاتمنى بجد تجربوها وتقولولي على رأيكم فيها. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وانتظروني في وصفة جديدة على خير بإذن الله.